عمو عمو، أنا بدي أطلب منك شغلة بس خجلان. عمو ما تخجل عمو، نحن اللي خجلانين منك. نحن اللي لازم نحط راسنا بالأرض قدامك. هذا واحد من أهل المطايا، من أهل الزبداني، أهل الكرم والطيبة، اللي كانوا يستقبلوا كل أهل سوريا وكل أهل الوطن العربي. ناس بتدفع مصاري لحتى تنحف، وناس بتدفع أرواحها لأنه ما معها تاكل، لأنه ما في أكل تاكله لا هي ولا أولادها ولا نسوانها. ما ماتوا برصاص ولا براميل، ماتوا جوع. عم يموتوا من الجوع، عم بيحلموا برغيف الخبز. مضايا اللي كان كل العرب بالأخص أهلنا بالخليج كانوا يروحوا يصيفوا فيها. بعيون مليئة بالدموع وقلب بالأسى مفجوع، إلى كل المتضررين، إلى كل المحاصرين، إلى كل المهجرين، نحن معكم بقلوبنا، بأرواحنا، بأبداننا، نحن معكم بدعمنا. دعمكم واجب إنساني وواجب وطني وواجب شرعي، حق علينا، حق في رقابنا. مخيم اليرموك لساته يا ريته مثل أول. مخيم اليرموك أضرب من أول، الناس عم تنحرق وتنسحق فيه أكثر من أول، بس بطلت الموضة تبعه. في عهد البعث القذر كانوا يتفخروا عليها بحملات، لأنه ممنوع السمنة وممنوع الزيت وممنوع 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 وممنوع. كانوا يتهموهم بأنه هن ناس مهربين، بس هن ناس جدعان رجال. ولسه الناس عم تموت، اوعكم تفكروا مساعدات هي كفتهم وخلاص يلا وصلى الله وبارك. مضايا لساتها جوعانة، مضايا لساتها عم تموت، مضايا لسه الشبيحة عم يشمتوا فيها، لسه المنحبة بجحشية عم يشمتوا فيها، وعم يطلعوا على الإعلام ومن عم ياكلوا سندويش الشاورما. لما تشوف صورة أو فيديو عن طفل عم يقول أنا جوعان، أنا بردان، وأنت قاعد ببيتك وبرادك مليان أكل وشرب ودفيان، طبعا ما رح تحس فيه. كيف حيكون شعورك لو كان ابنك أو أخوك بداله بهالفيديو؟ طبعا حتكون مستعد لتعمل أي شي كرماله. بس يلي بالفيديو ماله غريب، يلي بالفيديو ضل بأرضه يوم أنا وأنت هربنا من الأرض. يلي بالفيديو أغلى من ابنك وأخوك، لأنه ما تخلى عن أرضك، لأنهم أهلنا، ولأنه واجبنا عليهم حق، ولأنه ما بدنا يرموك جديد. أهلنا بمضايا هلأ بحاجتنا. 2 يورو ما رح تكسرك وما رح تكسرني. 2 يورو ممكن تنقص فيها روح. قضيتنا مو بس مضايا، قضيتنا سوريا كلها. إذا اليوم تنازلنا عن مضايا، بكرة رح نتنازل عن مدن السوري المدينة تلو المدينة. خلينا ما نخسر ثورة التنازلات. كونوا معنا جميعا بيد واحدة لندعم كل المحاصرين والمتضررين. خلينا نساهم بكل شيء نقدر له. أنقذوا الزبداني. يتذكر كل سوريا مو بس مضايا. خطيتكم برقبتنا، وجعكم برقبتنا. الله لا يسامح أي حدا فينا بيقصر تجاهكم. هذا لكل السوريين، لكل العرب، لكل العالم. لا تفضل عمو تفضل. ايه شو قديش لك ما اكلت؟ صرني 5 أيام. يا عمو قديش صار لك بالاكل؟ انت تاكل ميتي تطلع هذا منظرها؟ 6/1 عفوا 2016 دكتور خالد من قلب المشفى الميداني. حج الموت ولا المذلة، ولا يفكر انه نتخلى عن ديننا. مخيم اليرموك، ذبح القطط، إعدادها للطعام.